السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة الدوناتس بطريقة سهلة ومقادير بسيطة واقتصادي جدا. هنعمله بطريقة تشكيل سهلة قوي وكمان سريعة. في دقايق هتكون محضرة كمية كبيرة منه من غير فرد أو تقطيع أو أدوات تشكيل أو حتى ورق زبدة. وعجنته هشة وخفيفة وطرية وعامل زي الأسفنج، وأضمن لك إنه مش شارب ولا نقطة زيت نهائي. لو جربت طريقة النهاردة عمرك ما تفكري تشتريه من بره تاني. مقاديره مظبوطة وأحلى من الجاهز 100 مرة. طعمه لوحده كفاية، مش محتاج لأي تزيين. وهقولك على مقاديره بالكوباية وبالجرام، وهنعرف كل المعلومات وأداء التفاصيل عنه حتى لو كانت صغيرة علشان تضمني نجاحه معاكي من أول مرة. ياريت لايك للفيديو ونسمي الله ونبدأ. معايا كوباية وتلت من الحليب، وزنهم 275 جرام. وعلشان احنا في الصيف فمستخدمينه بدرجة حرارة الغرفة، لا سخن ولا ساقع. أما لو في الشتاء فهتستخدميه دافي شوية. وهننزل عليه بمعلقتين كبار مليانين أو هرميين من السكر، وزنهم 50 جرام. ومعلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، وزنها 10 جرام. وهنقلبهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب مع الخميرة. وبمجرد ما بتقلبي فيها شوية هتلاقيها طلعت بابلز أو فقاعات على الوش. بتعرفي كده إن الخميرة نشطة وجودتها ممتازة. فبنضيف باقي المكونات على طول، ولو مش متأكدة منها يبقى هتسيبيها 5 دقايق أو 10 دقايق لحد ما تتأكدي من تفاعلها. هننزل عليهم بحبتين من البيض، ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يعني يكونوا بحجم وسط. وهضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا 3 جرام، ومعلقة كبيرة من الخل وزنها 8 جرام. وفايدة الخل هنا أولا إنه بيكون عامل مساعد مع الفانيليا للتخلص من أي ريحة زفارة موجودة من البيض، وكمان بيخلي الدوناتس طري وعجينته بيضة قوي من جوه وما يبرولش منك بسهولة بعد كده. وهنقلب لحد ما البيض يختلط ويندمج مع باقي المكونات، وما يكونش فيه أي كتل أو كلاكيع من البيض. معايا نص كيلو من الدقيق الأبيض، وزنهم 500 جرام، ما يعادل 4 كوب بمج الشاي العادي. وضفت عليه ربع معلقة صغيرة من الملح علشان تظبط معانا الطعم. أهم شيء إنه يكون الدقيق منخول كويس على الأقل مرة أو مرتين علشان الدوناتس بتاعك يكون هش وخفيف أكتر. أنا مستخدمة دقيق لجميع الأغراض. وهنقلب الملح مع الدقيق في الأول، وبعدين نقلبه مع المواد السائلة. وهنعجن بإيدينا كويس جدا لحد ما العجينة تتشرب السوائل تماما، وتكون عجينة طرية وناعمة بالشكل ده. ولو عندك عجان يبقى هتستخدمي عادي وهتمشي بنفس الخطوات. وبعد ما العجينة اتشربت السوائل ولمت مع بعضها بالشكل ده، هنبدأ ننزل عليها بمعلقتين كبار من الزبدة، وزنهم 50 جرام. والزبدة تكون طرية، يعني بدرجة حرارة الغرفة، علشان العجينة تتشربها بسرعة. وهنعجن لحد ما العجينة تتشرب الزبدة كويس. وزي ما انت ملاحظة هنا شكل العجينة عامل ازاي، بتلاقيها مفرولة وبتتقطع ومش متماسكة خالص. وهو ده الشكل الطبيعي للعجينة. هتكمل عجن عادي ولا كأنك شايفة حاجة لحد ما العجينة تبدأ تظبط وتلم وتكون ناعمة وطرية. طيب ولو عجنتيها في الآخر وكانت يابسة أو ناشفة شوية يبقى هتضيفلها معلقة أو معلقتين حليب. ولو لقيتيها طرية أو زيادة عن اللزوم يبقى هتضيفلها معلقة أو معلقتين دقيق، لأن ده بيرجع لنوع الدقيق أو لحجم البيض اللي انت مستخدماه. وده قوام العجينة المظبوط، تكون طرية وناعمة وفيها تلزيقة بسيطة جدا. لأن لو العجينة يابسة أو ناشفة فهيطلع الدوناتس بتاعك تقيل ومكتوم من قلبه. هنغطيه بستريتش راب أو بفوطة نضيفة وهنسيبه لحد ما يخمر. بس ما تسيبهوش يخمر خمر كامل، يدوب كده ربع ساعة أو تلت ساعة وتبدأي تشكلي فيه على طول. لأنه لو خمر زيادة عن اللزوم بتكون العجينة كلها هوا، وما أجي أفردها بتكون مخرشفة ومش ناعمة كفاية. وكمان احنا لسه هنسيبه يخمر مرة كمان بعد التشكيل، وده في الحر. أما في الشتاء فهتسيبيه يخمر براحته. هناخد بقى العجينة وهنرش حاجة بسيطة من الدقيق تحتها، وهنفردها حاجة بسيطة على شكل دايرة علشان نقسمها أو نقطعها بكل سهولة، وبالسكينة أو بالقطاعة. وهنقسمها لأجزاء تكون متساوية بقدر الإمكان، يعني تكون قد بعضها، مش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. وبعد ما بنقطعها أو بنقسمها لأجزاء هنبدأ نكورها بالشكل ده. حجم الكورة بالميزان من 65 ل70 جرام، وبالنظر كده حجم البيضة تقريبا. فمش شرط إنك تلتزمي بحجم معين، يعني ممكن تعمليها أصغر أو أكبر، فده براحتك.
هنكورها كلها بنفس الطريقة. وممكن تاخدي العجينة وتعمليها على شكل رول طويل وتقسميها لقطع متساوية وبعدين تكوريها، أو تقرصيها الكور من العجينة وهي في البولة من الأول، فاعملي السهل بالنسبة لك. وبعد ما خلصتها رصيتها كلها على الصينية واحدة جنب التانية بالشكل ده، وضروري انك تغطيها بكيس بلاستيك او بستريتش راب علشان ما تكونش قشر على الوش او تنشف منك. وهنبدأ بتشكيل اول واحدة احنا كورناها، وهنفردها يعني فردة بسيطة قوي علشان يكون لها سمك شوية، يعني ما تكونش رقيقة زيادة عن اللزوم، وبقمع الكريمة او بغطاء ازازة، وهنعمل فتحة فيها بالشكل ده، وده بيكون شكلها في منتهى الجمال. وهنفرد التانية بنفس الطريقة. أهم حاجة إنك ما تخليهاش رقيقة أو رفيعة قوي، لأنها لو كانت رقيقة فمش هيكون لها قلب أو لب من جوه، ومش هتعمل الخط الأبيض اللي بيكون في النص اللي كلنا بنحبه إنه يكون ظاهر معانا أثناء التسوية. والقطع أو الدوائر الصغيرة اللي بتكون في النص دي ممكن تسيبيها زي ما هي وتقليها في الآخر عادي، أو إنك تجمعيهم على بعضهم وتشكليهم قطع كبيرة بالحجم اللي احنا عاملينه. شايفين طريقته سهلة وسريعة ازاي؟ محتاجناش لا فرد ولا تقطيع ولا اي ادوات خالص. وكان ممكن تحطي كل واحدة على ورق زبدة، بس حبيت اراعي ان اغلب ستات البيوت مش بيكون متوفر عندهم ورق زبدة، وهيكون تكلفة زيادة عليهم. فهنجيب صينية وعليها فوطة نضيفة ورش عليها رشة بسيطة من الدقيق، وهنرص قطع الدوناتس بالشكل ده، وهنسيبه لحد ما يخمر. وعلشان الجو حر جدا، على ما خلصت تشكيل كان الحبة الأولانيين اختمروا ورايا، فبدأت إني أسويهم على طول. ولو في الشتاء فهتسيبيهم ساعة أو أكتر لحد ما يخمروا تماما. أهم نقطة إنك ما تسيبهوش يخمر زيادة عن اللزوم، لأن لو خمر زيادة هيفتح منك أثناء التسوية. في طاسة على النار ويكون فيها زيت غزير، وبنختبره بخلة. أول ما بيتكون فقاقيع صغيرة حواليها بتعرفي كده إن سخونته مظبوطة، فبنبدأ ننزل بقطع الدوناتس قطعة ورا التانية بالشكل ده. أهم حاجة إن النار تكون متوسطة أو مايلة للهادية كمان، لأنه ما بيحبش النار العالية، فهتخليه ياخد لون بسرعة من بره ويكون طري وني من جوه. وأول ما تاخد لون دهبي من تحت هنقلبها على الناحية التانية، وبمجرد ما أخدت لون من الجنبين فهنخرجها على طول. شايفين شكله واخد لون حلو قوي، وكمان في الخط الأبيض اللي بيكون في النص. دوناتس مثالي جدا وفي منتهى الجمال. وأول ما بنخرجه وهو سخن هنغلفه بالسكر من كل الجوانب، لأنه لو برد فمش هيلزق السكر عليه. وبين كل دور والتاني خلي الزيت يهدى شوية من السخونة، يعني هنطفي عليه النار دقيقة أو دقيقتين ولا حاجة، وبعدين نرجع نشغل النار عليه مرة تانية. وهنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. وحاولي وانتي بتشيليه يكون بالراحة من غير ما تضغطي عليها علشان ما تهبطوهوش أو تضيعي الخمر بتاعه. من أهم عوامل نجاح الدوناتس معاكي إنك اوعي تسويه على نار عالية علشان ما ياخدش لون من بره ويكون لسه ني أو عجين من جوه، فإحنا بنسويه على نار متوسطة أو مايلة للهادية شوية علشان تكون التسوية مظبوطة وما يشربش منك ولا نقطة زيت نهائي. وهنكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وهنا كنت خلصت التسوية بتاعته وزينته بالسكر بالشكل ده، وممكن تزينيه بالشوكولاتة من بره أو تحشيه من جوه كمان. أنا اكتفيت برش السكر عليه من بره وكان في منتهى الجمال. بصراحة طعمه لوحده كفاية، مش محتاج لأي تزيين. ما شاء الله، هش وخفيف زي الريشة، كأني مش ماسكة حاجة في ايديا خالص. عامل زي الأسفنج، طري جدا، وبضغط عليه بيرجع تاني بمنتهى السهولة. وأهم حاجة إنه بقى مش شارب ولا نقطة زيت نهائي، ولا كأننا قالينه في الزيت خالص. ما شاء الله، شايفين لونه كمان ذهبي وممتاز جدا، واخد لون ممتاز والتسوية مظبوطة، وعامل خط أبيض في النص في منتهى الروعة. شايفينه من قريب هش وقطن ازاي، كله هوا من جوه، وطعمه في منتهى الجمال. هيخلص في دقيقتين اتنين، مش هيتبقى منه ولا واحدة، وبألف هنا. عايزاكي تجربيه بنفس الطريقة، والمقادير مظبوطة جدا. وياريت تلتزمي بأي معلومة قلتلك عليها حتى لو كانت صغيرة، وإن شاء الله هيكون ناجح معاكي من أول مرة وانت مغمضة. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. أتمنى إن الفيديو يكون نال إعجاب حضراتكم. عملنا أحلى وأجمل دوناتس بطريقة سهلة وسريعة وناجحة جدا. ياريت تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو بتشوفيها لأول مرة. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. دمتم بخير وصحة وحفظ من الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.